تتفق أو تختلف معاه في أفلامه، هو يعتبر من عباقرة السينما المصرية. ده حتى من كتر عبقريته محدش بيفهم أفلامه لحد دلوقتي. النهاردة ناوية أخدكوا في جولة أعرفكوا فيها على مخرج مثير للجدل برباعيته السينمائية اللي تناولت سيرته الذاتية. هنا عاش يوسف شاهين. مين فينا ما شافش فيلم الأرض أو فيلم باب الحديد؟ الأفلام الجميلة اللي هي ظلت كتراث قيم في السينما المصرية. مثلا الأفلام اللي تناولت سيرته الذاتية زي اسكندرية ليه، حدوتة مصرية، اسكندرية كمان وكمان، واسكندرية نيويورك. يوسف شاهين اتولد سنة 1926 في 25 يناير بالتحديد، وتوفى في 27 يوليو 2008. وهو مخرج أفلام مصرية ذو شهرة عالمية، مش في مصر بس، لا بل في العالم كمان. لو اتكلمنا عن حياة يوسف شاهين هنلاقيه إن هو اتولد في أسرة مسيحية كاثوليكية من الطبقة المتوسطة، واتولد في مدينة الإسكندرية. والده كان لبناني كاثوليكي من شرق لبنان من مدينة زحلة، وأمه من أصول يونانية. هجرت أسرتها إلى مصر في القرن ال19، وزي معظم الأسر اللي عاشت في اسكندرية في الفترة دي كان في الأسرة بتتكلم عدة لغات. وعلى الرغم من أن الأسرة كانت من الطبقة المتوسطة، إلا أن هم أصروا أن شاهين يدرس في مدرسة كلية فيكتوريا أو فيكتوريا كوليدج، اللي حصل في منها على الشهادة الثانوية. وكمان أسرته كافحت علشان ترتقي بالتعليم بتاعه. وبعد ما أتم دراسته في جامعة الإسكندرية انتقل شاهين إلى الولايات المتحدة، وأمضى هناك 2 في معهد بيسيدانيا المسرح علشان يدرس فنون المسرح. وبعد رجوع شاهين إلى مصر ساعده المصور السينمائي ألفيز أورفينيلي بالدخول في العمل بصيانة الأفلام. وكان أول فيلم ليه هو بابا أمين سنة 1950. وبعد عام واحد شارك في فيلم ابن النيل سنة 1951 في مهرجان أفلام كان. وفي سنة 1970 حصل على الجائزة الذهبية في مهرجان قرطاج. وهكذا في عدة أفلام حصل على مجموعة من الجوائز العالمية والمصرية. وكمان عايزة أقول لكم إن فيلم المهاجر سنة 1994 ده قصة مستوحاة من شخصية النبي يوسف ابن يعقوب، وكان ده عمله برضو أو أخرجه يوسف شاهين. وظهر شاهين كممثل في عدد من الأفلام اللي أخرجها بنفسه زي فيلم باب الحديد واسكندرية كمان وكمان. ومع بداية مشواره مع السينما استخدم شاهين الموسيقى والغناء كعنصرين أساسيين في أفلامه منذ فيلمه الأول بابا أمين وحتى آخر أفلامه هي فوضى. طبعا احنا كمان شفنا فيلمه بتاع حدوتة مصرية، كان محمد منير له حالة خاصة جدا في الفيلم ده بمشاركته بصوته وأدائه في الفيلم. كمان فيلم اليوم السادس برضو وفيلم المصير، ان هو كان من الشخصيات اللي كان بيحب صوت منير، فكان دايما بيجيبه في معظم الأفلام بتاعته. وكان لشاهين آراء سياسية واجتماعية واضحة في الفترة ما بين 1964 للفترة ما بين 1968. وعمل يوسف شاهين خارج مصر بسبب خلافاته مع رموز النظام المصري، وعاد لمصر بواسطة من عبد الرحمن الشرقاوي.
وكان المخرج يوسف شاهين معارض دايما للرئيس حسني مبارك، وكذلك للجماعات اللي هي بتسمى الإسلام السياسي. واتضح آراءه في عدد كبير من أفلامه، آراءه طبعا السياسية في عدد كبير من أفلامه زي باب الحديد، وفيلم العصفورة، وأفلام كتير كان بيتكلم فيها أو بيبين فيها آراءه السياسية ضد النظام. وفي أواخر أيامه أصيب يوسف شاهين بنزيف متكرر بالمخ، وفي 27 يوليو 2008 دخل شاهين في غيبوبة، ودخل المستشفى على أثرها، وتوفى في هذا اليوم 15 يونيو 2008 عن عمر يناهز 82 عام. رحم الله الفنان العبقري والمخرج العبقري يوسف شاهين، اللي هتظل أفلامه علامة من علامات السينما المصرية. يا رب تكون جولتي عجبتكم، والمعلومات اللي قلتها لكم عن المخرج العالمي يوسف شاهين عجبتكم. وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش. باي باي.